السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور الحقني العرسان بتطفش مني. جاي تسألي ليه؟ ما هو من اللي بتعمليها سماح. ايه يا شيخ؟ حاجات لو بتعمليها مش هتتجوزي. تخيلي يا سماح، سمعك زمانك بتقولي طف من بقك يا دكتور، انت عايزني عنس ولا ايه؟ يا لهوي! هرد عليك واقول لك ابدا والله انا عايزك تتجوزي النهارده قبل بكره. بس اعمل ايه منك؟ ما انت بتطفش العرسان من غير ما تحسي، وترجعي تيجي عندي في العياده تكشفي من الاكتئاب اللي هو ودنك منين يا جحا. بس عشان خاطر الست الوالده والله قررت ان انا اقول لك على حاجات بتدل على ضعف شخصيتك وبالتالي بتطفش العرسان منك. اسمعي وطرطقي ودانك يلا. اول حاجه بتثقي في كل الناس، اخبارك بالبلدي كده مع طوب الارض، يعني اي حد معدي لو كان ببلدي في الصدفه كده يعني كده تاريخ عيلتك المرضي. ما تبقيش كتاب مفتوح زي الهبله لاي حد كده والسلام. رقم 2، ما عندكيش ضرايب اللي بيجري حواليك، يعني حاطه نفسك جوه وقافله عليك. واحد معجب بيكي مثلا عايز يقرب منك اكتر، يلاقي دماغك ابيض ممسوح بطيخه مش عارفه حاجه في اي حاجه. 3، تمشي ورا كلام اي حد. الو ايوه يا سناء انا عايز اشتري عربيه. لا عربيه ايه ده؟ انت اساسا ما تعرفيش شو الدنيا زحمه تروحي تصدقي وتشتري عربيه. يعني يلا نطلع اسكندريه. يلا نطلع اسكندريه. لازم يكون ليكي راي شخصيه. فتقومي ايه رايحه تكلمي نهى وتقول لها انا حوشت ونفسي اشتري ساعه، تقول لك لا الدهب احسن وانت عليت. ايدي على كتفك فعلا معاكي حق، ما عندكيش شخصيه متردده جدا، كلمه توديكي كلمه تجيك. 4، الودانيه. دي فلانه وحشه ومنافسنا وغنده كارهه نفسها، واول ما تشوفيها هتضحك في وش، بس في الحقيقه اول ما هتديها ظهرك كده هتقوم متكلمه عليك كلام. ده اللي بيحصل. بعد فتره هتقابل الشخصيه دي تعرفي انها شخصيه كويسه، يعني ما ينفعش انك تدي ودانك لحد خالص. المفروض يكون كلامك كله من عقلك انت مش من عقول الناس التانيه ولسانك. 5، بتصدقي في كل الانتقادات حتى لو غلط ومش صح. ايه ده يعني تحت عينك اسود مثلا، هتبداي تفكري وتكرهي نفسك رغم ان الحياه وشويه ارهاق مثلا من مذاكره او شغل ساعتين نوم جد هيروح الحل. لكن ازاي نصدق يعني من غير اي مبررات واحد جه يقول لك طريقه كلامك مثلا مش عجباني انت تسكتي؟ ابدا تغيريه علشان رغم ان ده ضعف شخصيه. يعني خليكي على طبيعتك وما تغيريش في نفسك علشان حد. رقم 6، صريحه بزياده. يعني زي مثلا تروحي تقولي للراجل انا مش هتعامل معاك من تاني لانك شخص مش محترم او راجل مش محترم، نظراتك كلها مريبه ومش مريحاني. ده نوع من انواع السذاجه. المفروض انك تحافظي على طريقه كلام منمقه، ما تبقيش منافقه بس اختاري كلماتك بعنايه. خلي عندك نوع من انواع الليونه او المرونه في التعامل. رقم 7، تظهري انك شخصيه ما بتعرفش تتحمل مسؤوليه اطلاقا. انا ما اعرفش افتح بيت ولا حتى اشيل عيل، ده انا ما اعرفش اطبخ. مفيش حد اتخلق انه ما يشيلش. خرافه انك تفكري نفسك اتخلقتي علشان تعيشي فيه ولا شيء بالترفيه وبس. 8، متسرعه. طول الوقت عايزه انط من فوق السور، عايزه اسوق على 180 يلا بينا محدش واخد منها حاجه. كل اللي نفسك فيه بتعمليه من غير حساب، وحاجه استعجال كده من غير حاجه. دي كلها حاجات وحشه. اخيرا بتتعاطفي مع الناس بسهوله وبسرعه مبالغ فيه، وده اللي هيخليكي فريسه سهله لاي حد. يعني انا دايما بيجي لي شكاوى الناس تقول لي يا دكتور انا بثق في الناس بسرعه. طب هو ده هبل يعني ولا بتثقي ليه في الناس بسرعه؟ ما تتعاملي مع الناس الاول وتجربي الناس، وبناء على انطباعاتك من الناس وخبراتك معاهم تثقي او ما تثقيش. يعني مثلا تقول لك فلان ده عايش طفوله صعبه وانا وقعت في حبه الاسبوع اللي فات خلاص ولازم اعوضه بقى عن كل اللي مر بيه. انت مش قابله فضيله يا ماما. تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله. علشان كده قررت اكون الحته الحنينه والطريه في حياتي. حلوه يا ولد حلوه. لا بس عارفه يا سماح، لو عملنا ميكس الصفات دي هيطلع لك ميكس الشخصيه الضعيفه اللي مفيش راجل هيحب يرتبط بيه. فاحسبيها كده مع نفسك، شوفي عندك من اللي انا قلته ده كام في المية وعدلي من نفسك قبل ما قطر الجواز يفوتك. وما تنسيش تدعي لي طبعا الكام دعوه بتوع كل حلقه وتقولي لي انت عندك كام صفه من الصفات دي في التعليقات. قولوا لي انتوا عندكم كام صفه من اللي احنا قلناه وان شاء الله نحلها نلحق. يعني كان معاكم الدكتور احمد نوافي استشاري الطب النفسي، والى اللقاء. سلام عليكم.